قبل ما نبدأ، ده فيلم بلاك آدم، واللي هنشوف فيه طفل بيتحول لبطل خارق علشان يقف قدام ملك ظالم ويحرر شعبه منه، وبيرجع تاني بعد 5000 سنة علشان ينقذ العالم من وحوش غريبة كانت عايزة تقضي على كوكب الأرض كله. وتابعوا الملخص لغاية الآخر علشان هيبقى فيه ظهور لسوبرمان، وحاولوا توصلوا الفيديو ده ل5000 لايك، وياريت برضه تعملوا سبسكرايب للقناة واشتراك يعني. وتعالى بقى نبدأ الفيلم. فيلمنا بيبدأ في سنة 2600 قبل الميلاد في مدينة اسمها كنداك، وبنعرف ان مدينة كنداك كانت مدينة قوية ومزدهرة ومليانة بالخيرات، لحد ما في يوم جه شخص طاغية ومستبد اسمه أكتون. وأكتون غزا مدينة كنداك علشان كان عايز يصنع تاج سحري فيه قوة شيطانية، والتاج ده هيخليه عنده قوة جبارة. وعلشان يصنع التاج السحري ده كان محتاج معدن نادر اسمه الأترينيوم، ومعدن الأترينيوم ده معدن سحري وقوي جدا، لكن المشكلة ان المعدن ده ما بيكونش موجود غير في جبال كنداك. وعلشان كده قرر أكتون ان هو يغزو مدينة كنداك، وكمان اجبر شعبها انهم ينقبوا عن معدن الاترينيوم ده بنفسهم في قلب الجبل. وبعد معاناة طويلة وايام كتير من البحث والتنقيب بيقدر راجل عجوز يلاقي المعدن ده، واول ما بيلاقيه بيحصل خناقة كبيرة، وكل الناس اللي حواليه بيحاولوا ياخدوا منه المعدن علشان يبان ان هم اللي لاقوه ياخدوا هم المكافأة من أكتون. لكن بيظهر ولد صغير في السن وبيوقف الخناقة وبيبعدهم عن بعض، وبيقول لهم انهم لازم يكونوا ايد واحدة ضد العدو بدل ما يتخانقوا مع بعض، وساعتها طبعا هيبقوا ضعاف. وبيقول لهم خطاب تشجيع علشان يعرفوا ان هم مش اعداء، وان أكتون هو عدوهم الحقيقي وهو اللي مستعبدهم. وبعدها الولد ده بياخد العجوز اللي لقى المعدن، وبيروح الجندي من جنود أكتون وبيسلموه المعدن اللي لقوه، وبيطلب الراجل العجوز من الجندي ان هو يديله المكافأة لان هو اللي لقى المعدن. فبيقول للجندي ان هو هيديله مكافأة كويسة، وبياخده عند حافة الجبل وبيطعنه وبيرميه من فوق الجبل قدام عيون كل الناس. وكمان بيفضل الجندي ده يتريق على موته، وبيكون الولد الصغير بيشوف كل ده وهو مصدوم ومتأثر بموت العجوز، وعلشان كده بيروح يسرق المعدن من الجندي وبيهرب بيه. وبيطلع الولد فوق مكان عالي وبيكلم الشعب وبيقول لهم انهم لازم يتعاونوا ويتحدوا مع بعض علشان يقدروا يقفوا قصاد أكتون وجنوده ويتحرروا من استعباده ليهم. لكن للأسف الجنود بيقبضوا على الولد ده وبياخدوا منه المعدن تاني. ولما أكتون بيسمع باللي حصل بيؤمر جنوده بإعدام الولد ده قدام الشعب كله علشان يكون عبرة ليهم كلهم، لأن لو الولد ده فضل عايش هيتسبب في ثورة كبيرة وهو مش قدها. وبالفعل بياخدوه الجنود وبيحطوه على منصة الإعدام قدام الشعب كله علشان يخلصوا عليه قدامهم. لكن قبل ما يعدموه بلحظات بيختفي من على المنصة بطريقة عجيبة وما بيكونش ليه أي أثر. وبعد ما بيختفي بيظهر الولد ده في كهف معروف باسم كهف الخلود، والكهف ده بيكون فيه مجموعة سحرة بيحموا قوة عظيمة اسمها قوة شازام. والسحرة دول بيكونوا شايفين ان الولد ده هو انسب شخص ياخد قوة شازام الجبارة علشان يكون في توازن والولد ده يقف قدام الشر. وبالفعل بيتجمعوا كلهم وبينقلوا للولد ده قوة شازام السحرية، وساعتها بيتحول الولد اللي شكله ضعيف لشخص ضخم وقوي جدا وعنده قدرات خارقة، وبيكون اسمه بلاك آدم. وفي نفس الوقت ده بيكون أكتون قدر يصنع التاج السحري اللي فيه القوة الشيطانية باستخدام معدن الأترينيوم اللي هم لقوه. وأكتون بيلبس التاج وبيكتسب قوة شيطانية رهيبة، لكن فجأة بيلاقي بلاك آدم داخل القصر بتاعه علشان يواجهه ويقضي عليه ويخلص العالم من شره. وبتحصل معركة قوية جدا ما بينهم، وكل واحد فيهم بيكون عنده قوة جبارة، والمواجهة ما بينهم بتكون صعبة جدا، والقصر كله بيتدمر أثناء المعركة. ومحدش من الوقت ده بيعرف ايه اللي حصل لبلاك آدم وأكتون أو التاج السحري، وكلهم بيختفوا تماما. وبعد مرور 5000 سنة على الأحداث دي بنروح للوقت الحاضر وبنشوف بنت اسمها أدريانا، وهي مع أخوها كريم ومجموعة من صحابهم وهم راكبين العربية. وأدريانا دي بتكون عالمة وبتبقى قدرت إنها تحدد مكان التاج السحري واللي بيكون اختفى من زمان من أيام معركة بلاك آدم وأكتون. وبتكون رايحة هي وأخوها وأصحابهم علشان يلاقوا التاج، وبيوصلوا كلهم لكهف قديم، وكريم بيستنى بره في العربية. وأدريانا بتدخل مع واحد من صحابهم وبتدور أدريانا جوه الكهف عن التاج، لكنها بتلاقي رسومات كتير مرعبة ومخيفة جوه الكهف، وكمان بتلاقي شعارات غريبة ومش مفهومة. لكن أدريانا ما بتفهمش كل ده وبتكمل بحث عن التاج السحري لحد ما بتقدر تلاقيه وبتاخد التاج وبتكون هتخرج بيه، لكن بتتفاجئ قدامها بمجموعة أشخاص معاهم أسلحة جايين علشان ياخدوا منها التاج، وهي بتكون عايزة تشتبك معاهم لكنهم بيهددوها بقتل أخوها. فبتضطر أدريانا إن هي تسكت وما تشتبكش معاهم بأي شكل من الأشكال، لكن بتلاقي جنبها في الكهف شعارات غريبة
تعويذة ومكتوب جنبها ان هي لو قالت التعويذة دي هتستدعى بطل اسطوري. فبتقرر ادريانا انها تعمل كده وبتقول التعويذة دي وبتستدعي البطل الاسطوري واللي هو بيكون بلاك ادم. واول ما الاشخاص المسلحين دول بيشوفوا بلاك ادم بيفضلوا يضربوا نار عليه علشان يقتلوه، لكنه ما بيتأثرش نهائي وبيهجم عليهم وبيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. وبتستغل ادريانا انشغال الاشخاص دول مع بلاك ادم وبتاخد اخوها والتاج وبتهرب من المكان بسرعة من غير ما حد ياخد باله. وبلاك ادم بيفضل يواجه الاشخاص دول اللي بيكونوا عمالين يستدعوا الدعم علشان يقدروا يتصدوا له، وبرغم كده بيفضل بلاك ادم يقتل فيهم كلهم. وحتى بعد ما الدعم جه برضه بيقدر يقتلهم كلهم بمنتهى السهولة لحد ما واحد من الجنود دول بيضرب صاروخ على بلاك ادم، لكن بيقدر بلاك ادم انه يمسك الصاروخ. لكن بعدها بنكتشف ان الصاروخ ده مصنوع من معدن الاترينيوم النادر، وبينفجر الصاروخ في ايد بلاك ادم وبيجرحه وبيعمل له اصابة قوية لان معدن الاترينيوم ده هو نقطة ضعف بلاك ادم الوحيدة، وكل الطلق الناري ما بيأثرش فيه نهائيا. وبيخلص بلاك ادم على الشخص اللي ضرب الصاروخ عليه، لكن بعدها بيفقد الوعي وبيغمى عليه بسبب الاصابة اللي اتعرض لها. فبتقرر ادريانا واخوها انهم ياخدوه معاهم. وفي نفس الوقت ده بتكون في واحدة مسؤولة في الحكومة الأمريكية اسمها أماندا، وبتكون سمعت عن بلاك آدم وقوته الجبارة، وبعد ما بتكون شافت قوته وإنه إزاي قدر يقضي على عدد كبير من مرتزقة مسلحين بمنتهى السهولة بتبدأ تقلق وتخاف منه. وعلشان كده بتتواصل أماندا مع فرقة معروفة بفرقة العدالة، والفرقة دي عبارة عن مجموعة أشخاص عندهم قوة خارقة زي بلاك آدم. وبتتواصل أماندا مع الفرقة دي وبتديهم أمر بالقبض على بلاك آدم. والفرقة دي بتكون متكونة من 4 أفراد، وأول واحدة فيهم اسمها ماكسين، وكمان شاب صغير اسمه أتوم، وراجل كبير في السن اسمه فيت، وآخر عضو في الفريق هو شخص اسمه هوكمان، وهو الشخص اللي جمع الفريق ويبقى القائد بتاعهم. وكل واحد من ال4 دول بيكون عنده قوة خارقة مميزة ومختلفة عن التاني، وكلهم بيكونوا أقوياء جدا، وبيجتمعوا كلهم وبيجهزوا نفسهم وبيتحركوا بطيارة عشان يروحوا يقبضوا على بلاك آدم. وفي تاني يوم بنشوف بلاك آدم بيفوق من فقدان الوعي اللي كان فيه، وبيلاقي نفسه موجود على سرير في بيت غريب وما بيكونش فاهم هو فين وايه اللي جابه للمكان ده، لغايه ما بيلاقي ولد صغير موجود جنبه اسمه امون، واللي هو بيكون ابن ادريانا. وبنفهم ان بلاك ادم موجود في بيت ادريانا، لكن الموضوع بيكون غريب بالنسبه لبلاك ادم. فبيقعد امون مع بلاك ادم وبيقول له ان هو يعرفه كويس لانه قرأ عنه في كتب التاريخ، وبيفهمه امون ان هو اللي انقذ كنداك من 5000 سنه وحرر شعبها من الاستعباد بعد ما قتل اكتون، وان من وقتها والناس بتعتبره شعار للحريه، وبيعملوا له تماثيل في كل مكان وبيعتبروه بطل قومي. وبيقولوا ان هم دلوقتي بيعانوا من ظلم واستبداد زي زمان بالظبط، لكنهم واثقين ان هو هيحررهم وهينقذهم. وبلاك ادم بيكون مصدوم من كل اللي بيسمعه ومن كل السنين اللي عدت عليه وهو في فترة الثبات، وعلشان كده بيتعصب على امون وبيقول له ان هو مش بطل وانه مش ناوي ينقذ حد وبيسيبه وبيمشي. واثناء ما هو خارج بيقابل ادريانا وكريم قدامه، ولما بيشوف ادريانا بيقدر يعرف ان هي اللي قالت التعويذة واستدعته. فبتقول له ادريانا انهم عارفين ان هو بطل خارق وانهم محتاجين مساعدته، لكنه بيرفض وبيكون مصمم على كلامه، وبيقول لها ان هو مش بطل وبيسيبهم وبيمشي وبيطلع من المبنى وهو طاير. وطبعا اول ما الناس بتشوفه بتجيلهم حالة ذعر وبيترعبوا من المنظر. وبيشوف بلاك ادم ان في تماثيل كبيرة معمولة في المدينة، فبيطلع يتفرج على واحد منهم وهو متأثر وزعلان جدا. وفي نفس الوقت ده بيروح امون يسرق لاسلكي بتاع جندي في الشارع، وبيقول في اللاسلك ان بطل كنداك رجع لها من تاني، وهو طبعا يقصد بلاك ادم، لكن بتحصل مشكلة بسبب اللاسلكي اللي هو سرقه، وبيجوا مجموعة جنود بيطاردوه. ولما امه ادريانا بتشوف اللي بيحصل بتروح تساعده، لكن الجنود بيقبضوا عليهم هما الاتنين. لكن ساعتها بيتدخل بلاك ادم وبيوقف الجنود دول وبيخلص عليهم بمنتهى السهولة وبينقذ ادريانا وابنها. وفي اللحظة دي بتوصل فرقة العدالة للمكان علشان يوقفوا بلاك ادم عند حد ويقبضوا عليه، وهوكمان وفيت بيروحوا يتكلموا مع بلاك ادم الاول قبل استخدام العنف معاه، وبيطلبوا منه يسلم نفسه بهدوء. لكن طبعا بلاك ادم بيرفض يسلم نفسه وبيبدأ يشتبك معاهم كلهم، وبتقوم معركة كبيرة بين فرقة العدالة وبين بلاك ادم. ورغم ان فرقة العدالة مكونة من 4 افراد وبلاك ادم واحد بس، لكن برضه بيكون بلاك ادم متفوق عليهم كلهم، وبيبان ان بلاك ادم فعلا قوي جدا لدرجة ان ال4 اشخاص اللي عندهم قوة خارقة ما بيكونوش قادرين عليه. وبعد معركة طويلة وصعبة بيقدر بلاك ادم يهزمهم كلهم، وكل اهل المدينة بيكونوا بيتفرجوا على المعركة وما بيكونوش مصدقين عينيهم، وبيفضلوا يهتفوا باسم البطل بلاك ادم.
وبعدها بتروح ادريانا تتكلم مع هوج مان وباقي فرقة العدالة علشان تهديهم من ناحية بلاك ادم، وبتوضح لهم ان بلاك ادم مش شرير ولا بيستخدم قوته في الشر، وبتحكي لهم على تاريخ بلاك ادم وتحريره لشعب كان داك زمان من العبودية. لكن هوج مان بيرد عليها وبيقول لها ان بلاك ادم عمره ما كان بطل ولا هيبقى بطل، وان الاسطورة بتاعته اتحكت بشكل غلط، لان زمان ما حصلتش معركة بين بلاك ادم واكتون زي ما هم فاكرين، وده لان بلاك ادم هجم على اكتون قبل ما اكتون يلبس التاج اصلا، واكتون ساعتها كان مجرد بشري ضعيف، وفضل يترجى بلاك ادم ان هو يرحمه ما يقتلوش، لكن بلاك ادم مرضاش يرحمه وقضى عليه رغم ان هو كان اعزل. وكمان بلاك ادم دمر القصر كله بالكامل، ولما السحرة عرفوا ان بلاك ادم فيه جانب شرير قرروا يعاقبوه ويحبسوه في القبر ودخلوه في حالة ثبات لغاية ما جت ادريانا وقرت التعويذة وخرجته من حالة الثبات اللي كان فيها، وبيفهمها انه مش بطل زي ما هي فاكرة، وان هو شخص مجنون وشرير وكان المفروض يفضل مسجون. فبتطلب ادريانا منهم انهم يجوا معاها يتكلموا مع بلاك ادم بهدوء وبدون مشاكل. فبتروح ادريانا لبلاك ادم وبتواجهه بالكلام اللي عرفته عنه، وهو ما بينكرش الكلام ده وبيقول لها ان هو عمره ما قال على نفسه بطل، وانهم هم اللي عمالين يقولوا له كده. فبتقول له ادريانا ان هو ممكن يكون فعلا مش بطل، لكنه دلوقتي عنده فرصة تانية انه يبقى بطل حقيقي، وده عن طريق انه يتعاون مع فرقة العدالة ويقعد معاهم ويسمعهم هم عايزين منه ايه. وبعد تردد وتفكير من بلاك ادم بيوافق ان هو يقعد يتكلم مع فرقة العدالة ويسمعهم، لكن بيحذرها انهم لو حاولوا يشتبكوا معاه المرة دي هيقضي عليهم تماما. فبتوافق وبتتفق معاه على كده. وفي نفس الوقت ده بيكون امون ابن ادريانا موجود مع خاله كريم في البيت، وبيتفاجئوا هما الاتنين بشخص اسمه اسماعيل جاي يزورهم ويقعد معاهم. واسماعيل ده كان من ضمن اصحاب ادريانا وكريم اللي كانوا بيدوروا على التاج، والمفروض ان هو مات في الكهف، لكن بيتفاجئوا ان هو لسه عايش وبيفرحوا بيه جدا، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبيعترف له امون ان التاج السحري موجود معاهم. واول ما اسماعيل بيعرف كده بيطلع سلاحه وبيهدد امون بالقتل لو ما ادلوش التاج. فبيحاول كريم يتصدى لاسماعيل، لكن للاسف اسماعيل بيضرب بالنار وبيخلص عليه. وبيستغل امون انشغال اسماعيل وبياخد التاج وبيروح يستخبى، وبيتصل بامه اللي بتكون موجوده مع بلاك ادم وفرقه العداله. وبتكون فرقه العداله بيطلبوا من بلاك ادم في الوقت ده انه يستسلم ويجي معاهم من غير مشاكل، لكن بيقطع كلامهم ده اتصال امون بامه وبيكون بيطلب منها المساعده. فبيتحرك بلاك ادم على طول على هناك علشان ينقذ امون، ولما بيوصل لهناك بيلاقي رجاله اسماعيل قدروا يمسكوا امون. فبيبدا بلاك ادم يشتبك معاهم وبتدور بينهم وبينه معركه، وبتيجي فرقه العداله تساعد بلاك ادم في المعركه. واثناء انشغالهم مع رجاله اسماعيل بيقدر اسماعيل انه يمسك امون، لكن المفاجاه ان هو مش بيلاقي التاج معاه. فبيقرر اسماعيل ان هو ياخد امون معاه كرهينه وبيهرب من المكان هو ورجالته. وبلاك ادم وفرقه العداله بيطاردوهم وبيحاولوا يخلصوا عليهم، لكن اسماعيل بيقدر يهرب منهم وهو معاه امون. فبيروح هوكمان يجيب 2 من رجاله اسماعيل اللي هم لسه ضاربينهم علشان يعرفوا منهم مكان اسماعيل. وفي الاول الاتنين دول بيرفضوا يتكلموا، لكن في النهايه بياخدهم بلاك ادم وبيطير بيهم لمكان عالي وبيهددهم ان هو هيرميهم من فوق لو ما اتكلموش، وبيوقع واحد من الاتنين. فالتاني بيخاف وبيتكلم على طول وبيقول له على مكان مقر اسماعيل بالتفصيل. لكن لما بينزل بلاك ادم على الارض بيجيله هوكمان وبيتخانق معاه علشان هو قال له يبطل يقتل الناس، ومع ذلك بلاك ادم كان هيقتل واحد من الاسرى. فبيرد بلاك ادم عليه ببرود وبيقول له ان هو بيعمل اللي عايزه ومحدش ليه سلطة عليه. وبتحصل ما بينهم خناقه وبيفضلوا يضربوا في بعض، والباقيين بيكونوا بيتفرجوا لحد ما بلاك ادم بيضرب ضربه في المكتب وايديه بتتجرح جدا. فبيستغربوا وبيكتشفوا ان امون مخبي التاج في المكتب، وان ايد بلاك ادم اتجرحت علشان التاج فيه معدن الاترينيوم واللي هو نقطه ضعف بلاك ادم. وبيجتمعوا كلهم وبيقول بلاك ادم ان انسب حل انهم يدفنوا التاج ده ويخفوه تماما قبل ما اي حد يستخدمه، وكلهم بيتفقوا معاه في الرأي ما عدا ادريانا اللي بتقول لهم ان محدش هياخد التاج ده غير لما ابنها يرجع لها. فبيقتنعوا كلهم انهم لازم ينقذوا امون الاول وبعدها يبقوا يدفنوا التاج ده ويخفوه براحتهم، وبيبداوا يجهزوا نفسهم للهجوم وبيحطوا خطة علشان يقدروا يقتحموا مقر اسماعيل. وفعلا بيروحوا كلهم للمقر بتاعه وبيقدروا انهم يقضوا على الدفاعات بتاعته
بكل سهولة وبيخلصوا على معظم رجالته، وكمان بيقدروا انهم يوصلوا لاسماعيل وامون، لكنهم ما بيقدروش يقربوا اكتر من كده، وده لان اسماعيل بيكون محاوط نفسه هو وامون بمعدن الاترينيوم وموجه مسدسه ناحية امون. وطبعا بلاك ادم ما بيقدرش ان هو يتقدم اكتر من كده لان المعدن ده نقطة ضعفه، واسماعيل بيقول لهم ان هو يرجع لهم امون من غير اي مشاكل في مقابل انهم يدوله التاج. فادريانا بتصدق كلامه وبتروح علشان تدي لاسماعيل التاج وتنقذ ابنها، واللي اول ما بياخده بيقول ان هو اخيرا حقه رجع له. وهنا بنكتشف ان اسماعيل يبقى اخر شخص من نسل الحاكم الطاغي اكتون، وبعد ما بيكون اخد التاج بيكون المفروض يرجع لهم امون زي ما اتفقوا، لكن المفاجأة ان اسماعيل بيغدر بيهم وبيضرب امون بالنار. وفي اللحظة دي بيتحرك بلاك ادم بسرعة البرق ومش بيهمه ان هو يتأذي من معدن الاترينيوم، وبيروح يلحق امون قبل ما يتصاب بالطلقة. وفعلا بيقدر بلاك ادم ينقذ امون قبل ما الطلقة تصيبه بلحظات قليلة جدا. وفي الوقت ده بيلبس اسماعيل التاج وبلاك ادم بيفقد السيطرة على نفسه وبيطلع طاقة كبيرة جدا من جسمه وبيدمر المكان تماما زي ما عمل في قصر اكتون زمان. وفرقة العدالة بينقذوا ادريانا وابنها من بلاك ادم ومن غضبه، ورغم كده بيتصاب امون اصابة قوية بسبب الانفجار، لكن الاهم من كده ان اسماعيل بيموت في الانفجار. وبعدها بيروح حكمان يتكلم مع بلاك ادم وبيقول له ان اسماعيل قبل ما يموت كان بيتكلم عن ولد اسمه هاروت، وبيسأله حكمان مين هاروت اللي اسماعيل كان بيتكلم عنه. فبيقول له بلاك ادم ان هاروت ده يبقى ابنه، وبيبدأ يحكي له قصة هاروت وبيقول له ان مش هو الولد الشجاع اللي كان بيشجع الشعب على التحرر من الاستعباد زمان، وان كمان مش هو اللي كان عنده قوة شازام السحرية، وان ابن هاروت هو اللي كان الولد الشجاع وكان عنده قوة شازام. وساعتها اكتون ما كانش قادر يتصدى لهاروت وقوته الخارقة، فقرر انه يقتل اسرة هاروت. وبالفعل رجالة اكتون قتلوا ام هاروت وعملوا اصابة قوية لبلاك ادم اللي هو ابو هاروت، وكان بلاك ادم هيموت خلاص، وعلشان هاروت ينقذ ابوه اداله كل القوة السحرية بتاعته. وساعتها رجالة اكتون استغلت ان هاروت ما بقاش عنده قوة خارقة وقتلوه قدام عيون بلاك ادم، واللي اول ما شاف ابنه بيموت قدامه اتحول 180 درجة وبقى شخص شرير جدا وقتل اكتون ومرحموش زي ما هو مرحمش ابنه. وفي الاخر بيقول لهم ان هو دلوقتي ما بقاش محتاج لقوة شازام وهيقول تعويذة وهيرجعها للصحراء من تاني، وبيطلب منهم انهم ما يخلوهوش يقول كلمة شازام مهما حصل، لانه لو قال كلمة شازام ساعتها القوة هترجع له تاني وهو مش عايز كده. وبيبدأ بلاك ادم يقول كلمات سحرية وقوة شازام بتتسحب منه فعلا وبيرجع انسان طبيعي ما عندوش اي قوة خارقة. وساعتها بيقبضوا عليه وبياخدوه للمقر بتاعهم وبيجمدوه تماما وبيدخلوه في حالة ثبات تاني وبيحطوه على أجهزة تمنعه من الكلام نهائي، بحيث انه لو قدر يفوق من حالة الثبات بأي طريقة ما يقدرش يقول كلمة شازام والقوة بتاعته دي ترجع له تاني. وفي نفس الوقت ده وأثناء ما أدريانا بتعمل أبحاثها عن التاج بتكتشف ان اسماعيل ما ماتش، لكن هو انتقل للجحيم علشان ياخد القوة الشيطانية من الشياطين اللي هناك، وان اسماعيل كان مخطط لكل ده، وكمان كان مخطط ان بلاك ادم يقتله، ولكن يقتله وهو لابس التاج علشان التاج ينقله للجحيم ويقدر ياخد القوة الشيطانية الجبارة اللي هناك. وبالفعل بيخرج اسماعيل من الجحيم وهو بشكل شيطاني وعنده قوة رهيبة. واول ما فرقة العدالة بيعرفوا باللي بيحصل بيتجمعوا فورا وبيروحوا علشان يتصدوا لاسماعيل، لكن محدش منهم بيقدر يقف قدام اسماعيل بسبب قوته الرهيبة. وفيت بيكون عارف انهم مش هيقدروا يهزموا اسماعيل بشكله وقوته الجديدة، وان الوحيد اللي هيقدر يعمل كده هو بلاك ادم، وعلشان كده بيستخدم فيت قوته السحرية وبيحرر بلاك ادم. وبنلاقي بلاك ادم وهو بيقول كلمة شازام وقوته بترجع له من تاني. وفي نفس الوقت ده بيكون اسماعيل فتح بوابة للجحيم وبيستدعى جيش من الهياكل العظمية، وبتبدأ المعركة بين بلاك ادم وفرقة العدالة ضد اسماعيل والجيش بتاعه. وبعد معركة طويلة وشرسة جدا بلاك ادم بيقسم اسماعيل نصين وبيخلص عليه هو وجيشه، وكل اهل المدينة بيتجمعوا وبيفضلوا يهتفوا باسم البطل بلاك ادم. وبلاك ادم بيقول لهم ان بطل المدينة رجع لهم ومش هيتخلى عنهم تاني، وبكده بيكون بلاك ادم قدر ينقذ المدينة للمرة التانية وبيقرر ان هو يكون الحامي بتاعها. لكن فجأة بيظهر سوبرمان من وراه وبيقول له ان هو عايز يتكلم معاه في موضوع مهم، وبكده بنفهم ان اكيد في جزء تاني بين بلاك ادم وسوبرمان. ولو عايزين ان احنا نعمله فياريت توصلوا الفيديو ده ل 5000 لايك عشان تشجعونا ان احنا ننزله في اسرع وقت. ولو كملت الفيديو لحد هنا فياريت تعمل ايموجي بالشكل اللي انت شايفه على الشاشة ده عشان بس اعرف كام واحد
تكمل الفيديو لحد الاخر، وفعلا برضو اللايك هيفرق معانا جدا عشان كمان هننزل فيلم سوبرمان ضد باتمان، بس لو لقينا فيه دعم يعني على الفيديو ده. وبس كده، فياريت تعمل سبسكرايب للقناه اللي هو اشتراك يعني، وتفعل زر الجرس اهم حاجه عشان اول ما ننزل الافلام دي يجيلك اشعار بيها وتخش تشوفها على طول. وبس كده، نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.